وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب يا شباب، فيديو جديد ونشرح النهاردة ازاي تاخد 50 جيجا هدية من وي. في البداية صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بس كده يلا بينا على الفيديو. طيب أول حاجة محتاج أوريها لك إن السكرين شوت ده من فيديو أنا كنت منزله الفيديو اللي فات. زي ما انت شايف مكتوب هنا ساعة التحميل المجانية 50 جيجا، المتبقي أو المستهلك منها 50 جيجا. تمام. كان المفروض تاريخ الانتهاء يوم 16/4، للأسف احنا النهاردة يوم 21/4. فأنا اضطريت إن أنا آخد السكرين شوت لأن هو ما كانش هيظهر داخل الابليكيشن. طبعا انت لو عايز تسمع الفيديو اللي فات ده ازاي ترفع السرعة الوي بعد انتهاء الباقة، هسيب لك الفيديو في علامة الاي اللي فوق، روح اتفرج عليه. طيب دلوقتي خلينا في اللي احنا فيه. احنا محتاجين ال50 جيجا. هنجيبها منين دلوقتي؟ انا لو دخلت هنا مش هلاقيها. طيب هنجيبها منين؟ اقول لك هتجيبها منين. كل اللي عليك عشان تجيب ال50 جيجا دي حاجة بسيطة جدا واتفه من يعني اتفه من اي سبب. تمام. فطبعا اللي كان عارفها خلاص تمام. احنا مش محتاجين منك حاجة، اللايك وشير الفيديو اللي مش فاهم، اللي مش عارف الطريقة، وعلى دماغنا. تمام. طيب الناس اللي مش عارفاها الطريقة دي بكل بساطة، وهي ان انت تغير الباقة بتاعتك لباقة اعلى من كده. يعني انا مثلا الباقة ال200 جيجا، أنا بس ملحوظة حابب أوضحها. الباقة اللي هي ال140 لما توصل لل200 جيجا، هل هتزيد معاك ولا لأ؟ أنا معرفش، بس بنسبة كبيرة هتزيد معاك. عايز تجرب جرب. بس أنا فاكر لما نقلت من 140 ده كان من فترة، أخدت ال50 جيجا. فأنت لما بتنقل مثلا من 140 من 150 200 جيجا ل250 جيجا، بتاخد 50 جيجا هدية. طيب ايه ده؟ هو كده خلاص؟ لا مش خلاص. انا لما بلغي الباقه واشحن ال 200 جيجا زي ما انت شايف كده، هروح جاي الشهر الجاي اشحن ال 200 جيجا، ال 250 جيجا، هاخد 50 جيجا هديه، يبقى معايا 300 جيجا. طيب يا كيم انت بتقول لي ده بناء على ايه؟ بناء على ايه؟ هقول لك انا. مثلا عندنا احنا في البيت، تمام، على العيد وكده، كله بيتجمع، بتبقى مدعكه حرفيا. فال 200 جيجا ما بتقضيش، يعني احنا بيبقى حوالي 10. تمام. فكله فاتح تيك توك وريل بقى وبيخلص. طب بنحل المشكلة دي ازاي؟ بنروح جايبين ال 200 جيجا، بنحولها ل 200 وثواني، بنحولها ل 250 جيجا. تمام. فبيدونا 300 جيجا. تمام. طيب هل ده مناسب؟ اه مناسب. مثلا انت محتاج تحمل لعبة، محتاج تحمل حاجة مش عارف ايه، عندك مثلا 140 جيجا. تمام. هتخليها 200، هيديك 250. تمام. طيب هتقول لي طب هي اللي بتنفع برضه على 140 جيجا؟ هقول لك انا من اول الفيديو قلت لك انا ما اعرفش، بس باحتمال كبير ان هي هتنفع، لان اي حاجه في باقه وي، اي حاجه في وي بيرفع الباقه بيحصل مع نفس الحوار. انا عن نفسي بعمل الحوار ده دايما، كل مره اشحن ال 200 جيجا. تمام. الشهر اللي بعديه اروح محولها 250. تمام. بعد كده بتجيلي 300. طبعا الشهر اللي هيجي، يعني مثلا انا الشهر اللي فات كانت 250 جيجا، فخدت 50 جيجا بقت 300. الشهر ده شحنتها 200 ليه؟ علشان ما ينفعش اخدها تاني. لو جددت الباقه بقى مش هينفع تاخدها، لازم تلغي الباقه وترجع لباقه اقل، بعد كده ترفع لباقه تانية اعلى علشان خاطر تاخد ال50 جيجا. طبعا الفيديو اللي جاي او الشرح اللي جاي هشرح لكم ازاي نضيف ال50 جيجا هديه. انتظر الشرح ده. بس مش ممكن الشرح اللي جاي على حسب الباقه ده تخلص امتى، بس هيكون في الشرح الشحن الباقه بتاع يوم العيد. ليه؟ لان لما العيله الكريمه تتجمع كلها، ساعتها هنعرف نشحن ال 250 جيجا، هناخد كمان 50 جيجا تبقى 300. وبس كده، ده كله كان شرح النهارده، مفيش اي حاجه غير كده. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. لو اي حد عنده يعني استفسار او سؤال او اي حاجه، يا ريت تبعتوا لنا في الكومنتات وانا هرد على كل الناس.